بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده جميل جدا وروتين حلو جدا. يعني مفيش تنظيفات ولا حاجات من دي قوي، لكن في مشتريات، في جولات، في ديكورات جديده، تنسيقات جديده ان شاء الله باذن الله. بقى الحاجات اللي انتوا بتحبوها وزي ما طلبتم اني اخدكم معايا لو خرجت او رحت اشتريت حاجه او كده، ان شاء الله باذن الله برضه هاخدكم معايا النهارده. في الفيديو دوت كنت نازلة اشتري كده، المفروض حاجات وجبت حاجات يعني، فالمهم ان انتوا هتبقوا معايا. بس بفكرك كده لو اول مرة تتفرج عليا ما تنسيش تدوس على كلمة اشتراك وتشرفيني وتنوريني، وبرحب بكل المشتركات الجداد اللي دخلوا شرفوني ونوروني. بشكركم جدا جدا. يعني ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم زد وبارك، واجعل زيادتنا دايما في الخير يا رب، كده يجعل من وراها خير يا رب. احنا ما شاء الله داخلين على 4000. ممكن ناس كتير هتبقى شايفاه ان هو حاجة بسيطة، بس الحمد لله اللهم بارك. الحمد لله ان الناس معايا كلها حلوة وجميلة وبتكتبوا لي كومنتات حلوة. بشكركم جدا جدا على كل الدعم ده، وربنا يا رب يوفقكم انتوا كمان في حياتكم وفي شغلكم، حياة عملية او حياة زوجية او اي حاجة بتتمنوها، ربنا يوفقكم فيها. هنا باعمل ايه بقى؟ كنت الصبح وكان عندي شوية مواعين كده، شوية اطباق. ليه بقى؟ كانت المية بصراحة قطع امبارح، وكمان هو كان في عطل في الموتور يعني في العمارة وكده. فهم بعد ما صلحوا قالوا احنا هنشغل موتور واحد يعني. المهم ايه، ان هم قالوا هيجي ساعة وتقطع نص ساعة. فانا قلت خلاص بقى مش هشغل الغسالة، هعمل على اغسلهم كده على ايديا. فقلت كده اغسلهم، علشان انا بصراحه لما خرجت امبارح بالليل الا التصوير، الخروج كان قبلها بيوم. انا كنت يعني كل شويه اغسل كل ما حاجه تتوسخ، لكن بقى بالليل جيت بقى كنت خرجت وكده، وقلت خلاص مش قادره اخليهم للصبح. فغسلتهم. بس يعني انا شايفه ان الحمد لله بصراحه هم مش الميه مش بتقطع ولا حاجه، فقلت ايه، خلاص انا بعد كده بقى اشغل الغساله عادي يعني. بصوا انا رحت عباس وجبت شويه حاجات من هناك، وان شاء الله باذن الله هوريكم انا جبت ايه. وهنعمل بقى شويه تنسيقات كده برضو للخريف بقى، زي ما قلت لكم الجزء التاني بتاع تنسيقات الخريف، ان شاء الله باذن الله هنعمله كده مع بعض، وهتشوفوا احنا هنحط ايه وهنعمل ايه، ويا رب الفيديو يعجبكم. زي ما شفتم كده انا غسلت الحوض ونشفته، بعد كده هعمل بقى الفطار، اجهز الفطار ليا. الساندوتش الجميل اللي انتوا عارفينه بجد بقى، يعني بنصحكم جدا جدا بالساندوتش ده. والكفتة دي اللي انا عاملاها هتشوفوا دلوقتي هعمل ازاي.
بصوا انا هنا هولع شمعة تعمل لنا كده جو شاعري ورومانسي، وعايزة كمان ارد على حبيبة قلبي اللي كتبت لي بتسألني على العياشة. السؤال ده انا جاوبت عليه قبل كده، بس طبعا انا جاوبت عليكي في الكومنتات وهجاوب تاني برضو بطريقة اوضح. بتسألوني دايما العياشة الديكور بس ولا بتنفع ليها لازمة؟ اولا هي بتنفع، ثانيا بس لو عندك مكان، لو في مساحة كبيرة في الكاونتر بتاعك او سطح المطبخ بتاعك كبير وفيه مساحة هتنفع. هي بتحطي فيها مثلا، مش هقولك بقى تحطي فيها العيش، مش يعني العيش مثلا كبير انه هيفضل معاكي طول اليوم، لكن بعد كده هيبوظ لو سبتيه بره التلاجة او الفريزر. لكن مثلا بتحطي فيها لو عندك بقى بقسماط، عندك مخبوزات، بتجيبي مخبوزات او كده. فبصراحة هي بتنفع في كده، بتلملك كل الكلام ده كله. طبق مثلا العيش اللي بتستخدميه في الأكل بحطه برضو فيها اللي هو السبت زي ما انتوا شايفين كده. فهي بتنفع بكده بصراحة. بس برضو في الأول وفي الآخر لو عندك مساحة، عشان هي فعلا بتاخد مساحة كبيرة في سطح المطبخ يعني. زي ما شفتم كده أنا فتحت العيش، حطيت الأول يعني دهنة سمنة بسيطة كده، أنا بفضل السمنة عن الزيت طبعا. فتحت الرغيف كده وحطيته، وحطيت عليه البيض، وهحط بقى الكفتة. انا خدت صباع واحد قطعته كده زي ما شفتم وهنحطه كده. عايزه اقول لكم الساندوتش ده بيبقى خطير جدا، مش عايزه اقول لكم يعني صاحبة بنتي في المدرسة يعني بجد بتبقى منبهرة بيه، كل يوم لازم تبدل مع بنتي السندوتشات. يعني بجد انا بعد كده حبيبة قلبي هزود لها، علشان هي معجبة جدا بالبيض، تقولها لا البيض بتاع مامتك طعمه حلو وبتعمله حلو، والعيش بيبقى طعمه حلو كمان يعني. هو طبعًا عشان بياخد تحميرة كده العيش، فبيبقى طعمه حلو يعني. فبنحاول نعمل لهم حاجة حلوة ياكلوها، وفي نفس الوقت حاجة تكون مفيدة مش حاجة مضرة. نبعد عن اللانشون والحاجات اللي هي المصنعة دي. فبيكون أحسن ويفضل، بجد هيعجب ولادكم جدًا جدًا، أنصحكم بيه جدًا يعني. على ما الساندوتش بقى بيستوي وكده يعني رتبت الدنيا، شلت الحاجات اللي استخدمتها، وهنا البولة دي غسلتها كده ونشفتها وارجعها مكانها. عايزة اقول لكم انا كمان بعمل لهم السندوتشات في العيش البلدي يعني، افضل من الفينو بكتير طبعا يعني. سامعين بقى الصوت القرمشة؟ بصوا بقى انا بطفلكم النور واقيد لكم النور، انا يعني بعيشكم معايا الجو الطبيعي. انا مثلا في التصوير بحب ايد الاضاءة تبقى كتير علشان تبقى الرؤية واضحة ليكم، لكن بحب اطفي كده النور اعيشكم الجو اللي هو الطبيعي. العادي يعني، اللي ببقى مثلا لو انا واقفة لوحدي في المطبخ او كده ببقى طافية النور كده. هنا بقى كنت فطرت وخلاص، وقلت بقى ايه انا قبل ما اشرب القهوة هعمل الحاجات دي، عشان انتوا عارفين ان انا باخد الدواء بتاع الانيميا. المهم بقى طلعت بقى ديكورات الخريف بقى، وهتشوفوا بقى معايا وهقول لكم على افكار سهلة وبسيطة جدا يعني. حاجات ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. بصوا بقى الكوشنز دي برضو انا كنت طالباها اونلاين، هي حلوة وعجبتني يعني. انا كنت متخيلة ان الدرجات هتبقى غامقة شوية عن كده اللي هو اليقطين وكده، بس جت فتحة شوية، فقلت مش مشكلة. الحاجات بقى بقية اليقطينات اللي انا عملتهم يعني، الحاجات دي انا اللي عاملاها الصغننين، انتوا عارفين ان انا طلبت اللي هي البيج والاتنين الاورنج الصغيرين دول، هم دول اللي انا طلبتهم اونلاين. والباقي كل اليقطين ده انا اللي عاملاه في البيت. طريقته سهلة جدا يعني، انا لما شفت برضو طريقته سهلة جدا جدا وهتعجبكم. بحاجات بسيطة جدا وهتعرفوا تعملوه. حاجات بسيطة ومش لازم تكلفي نفسك. اولا يعني اول نقطة بصراحة حابة اتكلم فيها، مش لازم تضغطي نفسك او ان انتي كل حاجة. ممكن حاجات من عندك في البيت وتعملي بيها ديكور يعني. عايزة اقول لكم انا المفرش اللي هفرشه هنا ده، بس شوفوه الاول. فانا بقول لكم انتوا ممكن يعني من البيت من الحاجات تعملوا اعادة تدوير يعني. شوفوا طريقة اليقطين دي على اليوتيوب او على اي حاجة بصراحة. هتلاقوها سهلة جدا، والمكونات عندكم يعني ممكن ما تحتاجيش تشتري حاجة. يمكن انا حاشياهم فايبر، ممكن انا شفت واحده كمان عاملاهم ببواقي قماش يعني مقصقصاه كده، حتت يعني عاملاه زي فتل كده، وحشته بيه بصراحه يعني. فاكتبوا بس طريقه اليقطين وهتجيلكم. واي حاجه بقى من عندكم على فكره، والشرابات طبعا والحاجات دي، اي بقى الوان. دلوقتي اليقطين بيتعمل بكل الالوان بصراحه.
شايفين بقى المفرش ده شكله جميل إزاي؟ يعني عايزة أقول لكم دي كانت طرحة عندي وبقى لي فترة كبيرة ما لبستهاش، يعني بقى لي سنين بصراحة. هي كانت بس أنا يعني محتفظة بيها، باقول ممكن تنفع أو كده. فقُلت خلاص أنا أطلّعها، دي ماشية جدًا مع الديكور يعني. فطلّعتها وفرشتها كده، بُصّوا شكلها جميل جدًا، وفي نفس الوقت هي مش باظت ولا حاجة يعني. ودي كتب الديكور دي من المشتريات اللي انا اشتريتها، فهطلعها كده كده بقى. انا كنت جايباها علشان احطها، وهقول لكم انا جايباها منين وبكام برضو في اخر الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده، هحط بقى الكتب دي كده. وكمان الكوشنز بقى هحطها. أنا طبعًا عايزة رأيكم في الكومنتات إن شاء الله بإذن الله، هتشوفوا بقى كده الشكل النهائي في الآخر. أنا هنا حطيت الcushions اللي هُم الصغيّرين دول. فزي ما باقول لكم يعني أنتِ اعملي بإيدِك وما تضغطيش نَفْسِك، ودايمًا تكوني شايفة حاجتِك حلوة. يعني أي ديكور أنتِ هتحطيه شوفيه حلو في عينيكِ، قولي حلو يعني. وبعدين عوّدي نَفْسِك كل فترة مثلًا هاتي لنَفْسِك حاجة بسيطة، لو مَج، لو فازة صغيّرة، مفرش. وغيّري الديكور دايمًا يا جماعة، يعني بجد تغيير الديكور في الفصول دوّة أو في الطبيعي يعني، أو كل فترة بجد بيفرق في النفسية جدًا، جدًا يعني. عايزة أقول لكم بجد هيأثّر جدًا وهيفرق في الmood بتاعكم، وهتكونوا مبسوطين يعني إلى حدٍ ما. كل الناس عندها والله ضغوط في الحياة، ويعني كل الناس عندها حاجات، يعني حاجات بتبقى مؤلمة شوية. فبنحاول إن إحنا نتماشى عشان ربنا يكرمنا وإن إحنا ما نعترضش وكده. فبنجيب حاجات نغطي بيها شوية على الحاجات اللي بتوجعنا، حاجات تعمل لنا مود حلو وتعمل لنا شوية سعادة كده. حطيت بقى هنا الكوشنز دي جميلة جدا جدا بصراحة. انا كنت طالباهم اونلاين، هي الخامة بتاعتها جميلة جدا. هم المفروض كانوا يبقوا 4 مع بعض، بس يعني المفروض الرابع كان هيبقى ديزاين مختلف عن دول، اللي هو بشكل اوراق الشجر، اللي هو اوراق الخريف دي. بس لقيتها بعتها لي يقطين برضو، او كلمة هوم تقريبا مش فاكرة. فقلت لها لا مش ده اللي انا قلت لك عليه. قالت لي خلاص ماشي ابعتيه مع المندوب وانا هبدلهولك. قلت لها ماشي. هي ما اعترضتش بصراحة، وكانت هتبعته لي تاني من غير شحن ولا حاجة. لكن انا خلاص قلت لها خلاص انا اكتفيت بدول دلوقتي. على فكرة كون إن إحنا نجيب يعني كل سنة حاجة، لإلا كل سنة بتطلع موضة جديدة، فدي بتبقى حاجة حلوة أوي يعني. ما تكتّريش من أول سنة، وفي نفس الوقت كل فترة كده هاتي حاجة. الشال ده كان عندي ولقيته كده ماشي مع برضه الأجواء هنا، الألوان بتاعته ماشية مع الأجواء بتاعة الخريف، وكمان مع الحاجات اللي اتحطّت دي، فحطيته كده برضه. وبعدين حتّة إن أنا أطلب كل حاجة أونلاين بصراحة، وتبُصّي تلاقي الإجمالي الشحن ده بس في الآخر ده اللي بيكسر بصراحة يعني. تحطّي هنا 80 و80، فده بصراحة ده اللي بيأثّر. وكنت نازلة عباس أجيب شوية حاجات. كنت عايزة بصراحة أجيب وَرْد، لإن كنت عايزة برضه أزوّد ديكور شوية في الأنتريه، فأنا ما عملتش في الأنتريه بصراحة. فما لقيتش في عباس الحاجة اللي أنا عايزاها. فقُلت خلاص بقى إن شاء الله لو نزلت النُزهة طبعًا بصراحة فيها كل حاجة. فلو صاحبتي كده ربنا يخليها يا رب، هي تعبانة بس شوية، ربنا يشفيها. لو ان شاء الله بإذن الله الظروف اتاحت كده، ان شاء الله برضو هنزل واجيب كده حاجات اللي انا محتاجاها ضروري يعني. بصوا بقى حطيت هنا السبت ده كده، وحطيت فيه اليقطين الصغيرة دي برضو، كان شكله جميل قوي في الرف اللي هو تحت الشاشة ده. مع البرواز برضو اللي انا عاملاه. برضو دي صور انا طبعتها وحطيتها في البرواز وكان عندي. بس انا اتخدعت شوية بصراحة في طباعة الصور، يعني ما كنتش متخيلة ان هي تطلع صغيرة قوي كده. فإن شاء الله ممكن أبقى أطبع صور تاني أكبر وأحلى. أنا لقيت طباعة الستيكر الألوان بتاعتها طالعة حلوة، لكن لو على ورق بس طالع بهتان كده شوية. فممكن أبقى أطبعه ستيكر عادي وأخليه زي ما هو، مش هشيل يعني اللزق من عليه ولا حاجة. فبصوا بقى شايفين التنسيقات كده، شايفين الألوان بقى، الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك. يعني بجد أنا عن نفسي هي عجبتني. بقول لكم يعني كل واحد يشوف حاجته حلوة في عينيه يعني. وبصوا الكتاب اللي هو الديكور ده، انا جايباه بالشكل دوت، يعني شكله كده الرسومات اللي عليه برضو عجبتني، وحسيت ان هو اجواءه شويه للخريف. والكتاب التاني بقى جايباه برضو زي ما انتم شايفين كده. يعني ممكن بعد الخريف اطلع الكتاب التاني ده فوق كده، هيبقى شكله برضو جميل قوي يعني. فحبيت ان انا اجيب الوانهم تمشي كده، يعني في حاجه تمشي خريف وحاجه تمشي في العادي يعني. بصوا بقى المنظر، يعني بصراحة أنا عن نفسي بقول لكم من بعيد كده والله أنا حاساها إن هي صورة جاية من على بنترست بصراحة. يعني لما بدور كده لما أجيب تاني الكادر ده أو المكان ده،
بجد أنا بقى حطيت الشال كده، يعني أنا شايفين كنت حاطاه الأول على الضهر، لأ قلبته وحطيته كده بالجنب كده. فبصراحة الحمد لله يعني الشكل عجبني. أنا هاستنى الكومنتات بتاعتكم الجميلة، تسلم إيديكم يا رب كده، ربنا يخليكم، بجد كلامكم حلو وذوق جدًا، باشكركم جدًا، جدًا يعني. جيت هنا على الجزء ده بتاع السفرة برضه، شِلت كده الفازة بقى، وهاشيل برضه المفرش اللي هو الرانر ده، وهاحط حاجة تانية برضه. آآ برضه هي ألوانها خريف جدًا ولايقة، يمكن كمان لو اتحطّت جنب الcushions كانت هتبقى كمان يعني ماشية خالص، لون الcushions خالص يعني. دي برضه يعني كانت عندي برضه طرحة كده زي ما أنتم شايفين، لقيتها ماشية يعني. فحطيتها كده، وبعدين أنا يعني بُصّوا باحب كده أقول لكم على أفكار وحاجات اقتصادية، حاجات حلوة، حاجات بسيطة، ما نضغطش على نفسنا، نفسنا في الحاجات نعملها وكده. فبنحاول نقرّب شوية يعني، بحيث إن إحنا برضه ما نضغطش على نفسنا. هنا حطيت بقى الورد ده، طبعًا هو كان عندي يعني، كنت برضه جايباه كان في موسم خريف على فكرة. فحطيته كده زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا أنا كمان حابة يعني أقول لكم، يعني ما تتضايقوش لو الفيديو طويل شوية، بس أنا عشان مدخّلة فيه جولة الخروج اللي أنا خرجتها. أنا بصراحة يعني قصّرت على قد ما أقدر فيه، يعني شِلت كتير أوي مقاطع منّه. بس حاولت على قد ما أقدر بحيث إن تشوفوا وتشوفوا الجولة برضه، وتشوفوا أنا اشتريت إيه. وادّيت لكم النور كده يعني، حتى وأنا يعني أنا هادّيكم مقطع في النور وفي مقطع في الليد الخفيف، وقفلت بقى الستاير، يعني أنا هنا كنت بالنهار على فكرة، بس كنت قافلة الستاير. عشان نحس بأجواء الخريف بقى والجو الهادي الدافي الجميل ده. فعشان كده حبيت بس أدّيكم مقاطع وأنا طافية النور، بجد لمّا كنت طافية النور وقايدة الليد بس، في الجو بتاع الخريف، الديكورات دي بجد كان الواحد تحسّه بهدوء كده ودفء، لأ في حاجة غريبة. بس عايزة بقى أجيب شوية شمع كده، اللي هو مش اللي بنولّعه كده، لأ اللي هو الصناعي ده اللي هو بالحجارة والكلام ده. برضه ممكن الواحد يبقى إيده كده يبقى أأمن يعني، عشان معايا طفلة صغيرة وكده، فممكن يبقى أأمن يعني. هنا بقى باوريكم برضه الشكل بقى لو احنا قاعدين، يعني اللي قاعد على الركنة وكده، بالنسبة للجزء بتاع الشاشة الثبت اللي انا حاطة فيه اليقطين والبرواز برضه كان شكله حلو. ان شاء الله باذن الله برضو في افكار هقولها لكم، بس شويه كده برضو هقول لكم على حاجات تانية برضو كده هتكون اقتصاديه وهتعجبكم. بس اتمنى ان انتوا تعملوا اليقطين دي في البيت، بجد سهله وبسيطه جدا جدا يعني. انا اول واحده عملتها اللي هي كانت لونها اللي هي دي لونها زي اورنج غامق كده، اللي هي جنب البيج دي. عملتها وعاملاها بالخيط العادي، مش خيط خيش كمان، يعني خيط عادي جدا، الخيط اللي احنا بنخيط بيه على فكره. هي يمكن ما ضبطتش قوي معايا، بس حلوة يعني، أنا مقتنعة حلوة جميلة يعني. لما شفت فيديوهات أكتر يعني عرفت أتمكن أكتر يعني، وأعمل بطريقة أحسن. دخلت بقى عملت القهوة كده زي ما انتوا شايفين. علشان طبعا أنا ما كنتش لسه شربت قهوة. قلت بقى نعمل كده القهوة ونخرج برضو ونشربها بره، ودي الكوباية بقى اللي أنا حاطة عليها الستيكر برضو بتاع الخريف. المهم قلت بقى اعمل قهوة كده ونخرج بره نشربها في الهدوء كده وفي جو الخريف، واوريكم المشتريات اللي انا جبتها. طبعا هنا انا بقول زي ما بقول لكم بحب ايدي النور شوية واطفي النور شوية، علشانكم يعني وتشوفوا الفرق كمان. خدت القهوة بقى زي ما انتوا شايفين كده، والنور بقى مطفي يا دوبك، بس انا قايدة الليد كده، عامل جو حلو بصراحة. او الورد ده اللي هو الاورنج ده والاخضر، انا كنت جايباه من محل اسمه مومنتو، اللي هو في عباس اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. مش عارفة، مش فاكرة بصراحة، كانت الباقة ب30 حاجة زي كده يعني. ده بقى المشتريات اللي انا جبتها، اقول لكم انا جبتها منين. جبت التوكة دي كانت ب10، والطرحة دي الطرحة اللي هي القطن، اللي انا مش بلبس يعني براندات ولا حاجة، بس اهم حاجة تبقى طرحة كويسة.
بصوا سعرها 95 جنيه، تحفة تحفة جدا بصراحة، جميلة جدا ما شاء الله. ليها طالعة على فكرة، ده أقل سعر ليها بصراحة. كنت رايحة عشان أجيبها بصراحة وجبت واحدة سودا كمان، يعني جبت البيج دي وجبت الأسود بما إن هما دول أكتر حاجة بلبسهم. وجبت المج ده كان ب15 جنيه. قلت يعني بنتي بتحب الايس كوفي وكده، انا جبت واحد بس بصراحة ممكن اجيب تاني، انا ان شاء الله باذن الله لو رحت هجيب تاني عشان هو حلو يعني. والتوك دي برضو جبتها لبنتي ب15، والتانية دي ب15، هي مش عايزة الا اسود يعني. وبصوا الباكت بتاع الحلقان ده كله كله كده ب25 جنيه. انا جبته لدود عشان مش بلبسها حلقان دهب في المدرسة يعني، وليا انا عاملة يعني فتحة كده تانية فبلبس فيها حلقان صغيرة كده. وجبت كمان دول كده كانوا ب25، يعني حاجة ترفيهية كده، حاجة بسيطة كده يعني لنا برضو ما ننساش نفسنا يعني. فجبتهم ليا، عجبوني يعني، بحب انا الحاجات دي بصراحة. وجبت ايه تاني؟ بص ده كان من محل كان اسمه كان اسمه مشير، ده فاتح جديد، وكان ده يوم الافتتاح كمان يعني كان عامل عروض. ودوت اللي هو المسك الطهارة، بصراحة تحفة جدا جدا، جميل ما شاء الله يعني، انصحكم بيه جدا. تاخدي الشاور بتاعك كده بالليل وانتي داخلة تنامي وتحطي منه، بجد هتحسي بانتعاش وسعادة. بجد هيديكي احساس حلو قوي، ريحته جميلة جدا. بعد ما تاخدي الشاور بتاعك كده تحطي منه، بجد ريحته جميلة جدا يعني. كان ب35 جنيه، ده كان ب35 جنيه. ده الاسم بتاعه مشير. ده الشنطة بتاعته. الكتب بقى اللي هي الديكور دي كنت جايباها من اللي هو روز هوم، انا كنت قلت لكم عليه قبل كده برضو. بس العقاد، وده اللي كنت جايبه منه الشجرة اللي هي جنب مكتبة التلفزيون دي برضو. وكان هو كان قفل وفتح تاني في عباس، فكان برضو في نفس اليوم كان يوم الافتتاح بتاعه، كان برضو عامل عروض حلوة جدا جدا. بس انا ما لقيتش الورد اللي كنت رايحه له، بس كانت في حاجه يعني كانت جميله جدا يعني وحلوه وسعرها حلو، هوريها لكم في الفيديو. طب انا ما جبتهاش ليه؟ مش عارفه يعني، انا كنت متلخبطه شويه مركزه شويه في الورد، ف نسيت اجيبها. والكتب دي الكتاب كان ب25 جنيه. المهم بقى كده زي ما انتم شايفين، قعدت بقى اشرب القهوه. عشان بعد كده اقوم بقى اشوف ورايا ايه. عايزه اقول لكم ان كانت الشقه يعني، هي الحمد لله الشقه كانت نظيفه جدا، لان كنت منضفاها قبلها بيوم بقى، كانت خلاص الحمد لله كانت جات لي بقى اللي بتساعدني وكده. فاستعنا بقى بميه من بره طبعا، جبنا بصراحه ازاز ميه كتير جدا عشان ننضف. فالحمد لله يعني كانت الشقه نظيفه. بعد كده انا عملت الغدا، ما صورتش معاكم، هي كانت كفته ومكرونه وعملتها معاكم كتير، بس يعني اديتكم بس مقطع كده صغير. عايزه اقول لكم ان الكفته اللي بعملها بصراحه بتبقى جميله قوي ما شاء الله. اقولها لكم سريعا كده عشان اللي ما شافهاش قبل كده في فيديوهات. انا ببشر البصلايه وبحط عليها اللحمه، مش بعصر البصلايه. والملح والفلفل والتوابل اللي بتحبيها، عايزه تجيب كيس بهارات جاهز ماشي. بحط شويه بيكنج باودر وشويه بقسماط وبيضه. وبفرم كل ده في الكبه، بس تفرميه كويس جدا جدا. مش هتفرميه هتعجنيه بايدك، اعجنيه كويس جدا جدا جدا. وصبعيها بقى، عايزه اقول لكم بتبقى خطيره. وكنت حاطه تحتيها بطاطس وبصل. وممكن تحطي عليها بقى معلقه صلصه طماطم كده تدهنيها بيها، او معلقه مثلا، وبحط لها معلقه سمنه وهي بتستوي على فكره، سمنه بلدي. ممكن ادهنها بقى واحط لها بابريكا مثلا، يعني اخد معلقه السمنه على نص معلقه زيت كده. وبحط عليهم معلقه بابريكا. وبدهن بيهم وش الكفته كده، فبتطلع معايا ما شاء الله حلوه وجميله يعني، اتمنى ان انتوا تجربوها بجد هتعجبكم جدا. هنا بقى صورت لكم في المحل اللي انا روحته، ده كان يوم الافتتاح بتاعه، وعايزه اقول لكم كان يعني هيصه جامده بقى، وتصوير وحاجات كده. انا شفته على الانستجرام على فكره. وعرفت ميعاد الافتتاح وكده، وقلت بقى انا كانت اصلا بنتي عايزه شنطه، ده اللي كان خلاني انزل عباس العقاد، هي عايزه شنطه للدروس. وهي بصراحه مش فاضيه تنزل خالص يعني، انا جبت لها واحده قبل كده ما عجبتهاش. قالت لي روحي وصوري لي، برضو ما عجبهاش حاجه، بقيت اصور لها ما عجبهاش حاجه. هي ستايل كده معين في دماغها وعايزه زيه، فانا بصراحه عماله الف لها عشان اجيب لها الشنطه دي. فربنا يسهل، هنزل بقى في مكان تاني واشوف كده. فقلت اجيب بقى المحل ده بظروفها كده، كان ظهر لي، والطرح بصراحه بالذات عجبتني جدا. قلت اروح اشوف كده ولو في حاجه حلوه نجيب. دي بقى برضو البارتيشن بتاع التوك اللي هي القفاش دي. كل ده كان كل الاشكال الواحده كانت ب10 جنيه، يعني كل الاشكال دي كانت ب10 جنيه. انا كنت جايبه كمان ساعه ونسيت اصورها لكم بصراحه، وخاتم كمان عشان انا اول ما جيت هم بقى بيجوا عليا كده، اول ما باجي يقولوا لي يا ماما جبتي ايه.
يعني لمّا باكون في مكان زي ده، نازلة مثلًا يعني أشتري حاجات زي كده ديكورات أو حاجات، عشان أنتم عارفين إحنا كبنات وستات يعني من صغرنا، من عُمر يوم لحد آخر يوم في عمرنا، ربنا يدّي الجميع يا رب طولة العمر كده بصحة وعافية، نحب جدًا الحاجات دي. ده برضه البارتيشن بتاع الطُرح، كانت في برضه هناك طُرح ب110 ب180، بس صراحةً أنا اللي ب95 لقيتها جودتها جميلة جدًا وحلوة يعني، تمام شغّالة معايا. فكان في حاجات كتيرة جدًا، بس أنا ما حبيتش الشيفون، مش عايزة شيفون يعني، فهي كانت تقيلة وحلوة. طبعًا سرّعت التصوير جدًا عشان الفيديو كان هيبقى طويل عن كده كمان، فما رضيتش أطوّل. الفُرَش دي حلوة جدًا، أنا عندي منها يعني، عندي كمان اللي هي الخشب اللي هو الطبيعي في الضهر والكلام ده، بتبقى حلوة يعني. ودي فُرَش الشعر كده، بصراحة الفُرَش ما سألتش على أسعارها خالص يعني. كان في كمان المحافظ الحريمي دي برضه كانت يعني في ب115 وكان في ب95 تقريبًا. هو كان في شارع اللي هو البطراوي، في أول البطراوي، شارع عباس العقاد، أول البطراوي. يعني أنتم حتى ممكن على الإنستجرام هيظهر لكم، يعني لو حد بقى في مدينة نصر وقريب هينفعوا يعني. دي بقى الأباجورات اللي أنا كنت عايزاها بصراحة. بُصّوا الأباجورة كانت ب150، كان عامل عليها عرض. ده هنا محل اللي هو روز هوم، فكانت حلوة. بعد ما مشيت طب أنا ما جبتهمش ليه؟ ده أنا عايزة أباجورات أصلًا للأوضة عندي. فقُلت يالّا خلاص بقى خير يعني، قدّر الله وما شاء فعل. صوّرت لكم برضه شوية، هُم كمان عاملين خصومات وحاجات بمناسبة الافتتاح، برضه ممكن تدخلوا على الإنستجرام هتعرفوا الأسعار بالأكتر يعني. عشان زي ما باقول لكم أنا يعني بصراحة جرّيت الفيديو على قد ما أقدر علشان ما يبقاش طويل عليكم، بس اديتكم يعني فكرة كده، نبذة عن المحل، إيه اللي موجود فيه، إيه اللي عنده. بس أنا بقى ما لقيتش الورد اللي هو ورد الخريف اللي أنا كنت عايزاه بصراحة بالألوان اللي هي المعيّنة دي أحطه كده على السفرة. حطيت اللي عندي بقى وخلاص. ودي تقريبًا كانت في حدود 250 علب المناديل اللي هي المُدهب دي، والصواني دي برضه كانت ب250 جنيه وعامل عليها عرض برضه، لو حد محتاج يعني. وبس كده أقول لكم بقى مع السلامة، انتظروني فيديوهات جديدة وروتينات جديدة إن شاء الله، مع السلامة.